السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اغلى متابعين؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل فطير بطريقة جديدة جدا والنتيجة مضمونة. بنجيب كمية الدقيق اللي احنا عايزينها وبنحط عليها نص كوباية سكر. وبعد كده الجديد بقى ان احنا بنحط رشة ملح، بنحط المية مغلية. شايفين؟ بنغلي المية منحطهاش باردة. نفضل نقلب طبعا بمعلقة عشان المية بتبقى مغلية، ما بنقدرش نحط ايدينا فيها. وبعد كده بنفضل نلم في العجينة لغاية اما العجينة متبقاش موجودة في الطبق. شايفين؟ وتبقى ناعمة في ايدينا زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده بنلمها بمعلقة زيت ونفضل نلم فيها لغاية اما تبقى ناعمة جدا. دي الحاجة الجديدة اللي انا حبيت اقولها لكم، المية بتبقى مغلية بس. وبعد كده بنفضل نلم فيها لغاية ما تسيب من الطبق، بنسيبها ساعة بترتاح. وبعد كده بنقطع بقى بالحجم اللي احنا عايزينه. النتيجة دي مضمونة حتى لو الدقيق مش حلو. ساعات بنجيب الدقيق بيشرب بالسمنة وساعات ما بيبقاش حلو، لا النتيجة دي مضمونة. بنحط معلقة من السمنة على كوباية من الزيت على حسب الكمية اللي احنا عاملينها. احنا عاملين كيلو، انا هنا عاملة كيلو بس بقطع بالحجم اللي انا عايزاه. والطريقة دي هقول لكم عليها. بيبقى فيها من جوه قلب، او السمك بتاعها بيبقى مليان من جوه مقرمشه من بره وطريه من جوه. حبايبي لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاعجاب بالفيديو، وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه عشان يوصلكم كل جديد. والطريقه دي سهله جدا. بصوا النشابه دي احسن من اللي هي الطويله، دي بتنجز قوي قوي وحلوه جدا. انا شاريها ب20 جنيه، مش غالية بس بصراحة تحفة، بتنجز. يعني لما بعمل الفطير كنت بتعب فيه جدا، انما بالطريقة دي شايفين بتفرد معايا بسهولة. طبعا انا مقطعة آه، بالحجم اللي انا عايزاه. بصوا بعمل واحدة واحدة. بصوا بقى لما بعد ما بطبقها وبدهن بين كل طبقة وطبقة ال- السمنة والزيت مع بعض اهي بربعها، برجع بقى ايه افرد واحدة تانية. وبعد ما بفرد التانية بحط الأولانية اللي أنا عملتها فيها، وهكذا. ممكن نعملها 3 فطاير مع بعض أو 4 أو 5 على حسب السمك اللي انتي عايزاه. وبكده هي دي الطريقة المثالية للفطير اللي هيطلع معاكي تحفة، أحسن من الجاهز. ومفيش بعد كده. كده بقوا فطرتين، هنحط الفطرتين اهو في التالتة زي ما انتوا شايفين. طبعا وبين كل طبقة وطبقة لازم ندهن سمنة كويس عشان ما تطلعش مننا ناشفة. انا بصراحة عملتها 5 طبقات اهي. بصوا عملتها 5 طبقات تطلع معايا مليانة وجميلة. بس كده بنسيبها 5 دقايق ترتاح، وبعد كده بنفردها بالصينية وندخلها في الفرن. وهتشوفوا شكلها وبألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وبألف هنا. ودي كانت طريقة معايا شايفينها قلبها حلو ازاي ومليان. ودي كانت طريقة جديدة معايا بالنسبة للفطير المشلتت. بألف هنا وشفا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبألف هنا.